حركة بصباعك وإيدك في شعره في السرير بتلغي أي تفكير في دماغه وبتخليه يركز معاكي انتي وبس. ساعات الراجل بيبقى في السرير بس عقله مشغول بمشاكل اليوم أو الشغل، وده بيبوظ المود ما بينكم. عايزاكي تخلي ايدك في شعره من ورا ببطء وتمشي صوابعك بنعومة ولطف على فروة راسه من فوق لتحت، وانتي بتبصي في عيونه بنظرة هادية. مساج الشعر الخفيف ده بيهدي الأعصاب فورا وبيفرز هرمون الاسترخاء وبيفصله تماما عن أي توتر برا الأوضة، وبيخليه يفكر ازاي يدلعك. جربيها أول ما تلاقيه سرحان أو مضغوط وشوفي ازاي موده هيتغير 180 درجة. انقذي علاقتك بجوزك واكتبي كورس في الكومنتات وهبعتلك كورس الديرتي توك، وما تنسيش تعملي لايك وفولو عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة. عايزة جوزك يبصلك كأنك حتة حلويات ونفسه ياكلك. السر مش في لبسك، السر في العرض اللي بتعمليه قدامه. البسي لاندري مفتوح من حتت غلط، واقفلي النور وخليه يدور على تفاصيلك. ادهني جسمك بزيت بيلمع، خلي جلدك يزحلق تحت ايده. اتمطعي قدامه بجراءة وخليه يشوف كل تفصيلة في جسمك بتنطق أنوثة. الراجل بياكل بعينه الأول فخليه يشبع بص عليكي قبل ما يلمسك. لو عايزة تكوني الأنثى اللي بيحلم بيها جوزك اكتبي كورس في الكومنتات وهبعتلك التفاصيل، ومتنسيش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. بدل ما تقوليله بحبك للمرة الألف وتتحول لكلمة روتينية، قولي الجملة دي وهتشوفي ازاي هتقلب مزاجه ويطلب رضاكي. كلمة بحبك مع الوقت بتفقد تأثيرها وبتبقى مجرد رد فعل عادي. عايزاكي تقربي منه وبصوت هادي وتقوليله أنا بحس بالأمان وانت جنبي، محدش بيعرف يفهمني أو يحسسني بأنوثتي غيرك. الجملة دي بتلمس مشاعره من جوه وبتخليه يحس ان وجوده في حياتك قيمته كبيرة قوي ومش مجرد كلام. جربيها النهاردة وشوفي التغيير اللي هيحصل في أسلوبه معاكي، وانقذي علاقتك بجوزك. واكتبي كورس في الكومنتات وهبعتلك كورس الديرتي توك، متنسيش تعملي لايك وفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. جملة واحدة لو قلتيها وانتوا مع بعض ممكن تقفل الراجل وتقتلي الرهبة عنده في ثانية. اوعي تتكلمي في مشاكل البيت او تسألي انت سرحان في ايه او تعترضي على اي حاجة في جسمه او ادائه. الوقت اللي انتوا فيه مع بعض لوحدكوا ده للغزل والدلع وبس. انقذي علاقتك بجوزك واعرفي ازاي تتكلمي صح. اكتبي كورس في الكومنتات وهبعتلك التفاصيل، وما تنسيش تعملي لايك وفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.